حياكم الله مشاهدينا. استفاد المغرب من فوز ذهابا بهدفين نظيفين في مدينة أكادير ليبلغ دور المجموعات الأفريقي المؤهل إلى نهائيات كأس العالم، وذلك برغم خسارته بهدف دون مقابل في لقاء الأياب اليوم أمام منتخب غينيا الاستوائية. ملعب باطا، وعلى عكس التوقعات جماهير قليلة حضرت لمساندة منتخب غينيا الاستوائية الذي سقط ذهابا بأكادير بهدفين دون رد. ضغط عامل الجمهور إذن بات غير وارد على أشبال المدرب بدو الزكي الطامحين إلى مواصلة زائرهم في الأدغال الإفريقية. أولى المحاولات كانت لأصحاب الدار بعد اختراق ليمين الدفاع المغربي، أسفر عن ضربة حرة مرت بردا وسلاما على مرمى منير المحمدي. لم ينتظر الغينيون كثيرا لزيارة الشباك مبنى، تمريرة بالبوا ورأسية روي فرناندو تضع منتخب بلاده في المقدمة في ظل غياب رهيب لعناصر الدفاع المغربي. الزكي أراد إعطاء دماء جديدة لتشكيلته من خلال إدخال عمر القادوري مكان تغدويني، لكن يبدو أن اختياراته التكتيكية لم تفلح في إيجاد الوصفة السحرية التي تسمح للأسود بزيارة الشباك في شوط أول للنسيان والكثير من علامات الاستفهام على مصير أسود تاهوا في غابة غينية استوائية. في الشوط الثاني تواصلت معاناة الأسود، فلولا تألق الحارس منير المحمدي لكان إيفان سلفادور دون هدفا ثانيا خلط به كل الأوراق. حالة التيه التي هيمنت على المنتخب المغربي كادت أن تكلفه غاليا بعد خطأ آخر في الدفاع، ليستمر التساؤل عن موعد انتفاضة الأسود في وجه المد الغيني. أول رد فعل لأسود الأطلس في الشوط الثاني كان من خلال تمريرة بن عطية لعمر القادوري الذي لم يحسن الاستغلال. بدو الزكي وفي خطوة ترمي إلى الحفاظ على النتيجة المرسومة أدخل ثالث وسط ميدان دفاعي إبراهيم النقاش ليكون إلى جانب كل من عصام العدوى والشكير. مرت الدقائق المتبقية من المباراة بطيئة على الجميع حتى سماع الصافرة الزامبية معلنة تأهل الأسود الصعب إلى دور المجموعات، رغم الخسارة التي طرحت العديد من التساؤلات حول مدى جاهزية الزاكي ومن معه للظهور في المونديال بعد آخر زئير للأسود في نسخة فرنسا 98. ولم يبلغ المنتخب السوداني الدور الحاسم للتصفية الأفريقية المؤهلة إلى مونديال روسيا إثر خسارته أمام مضيف زامبي بهدفين دون مقابل. قبل رحلة دولا الصعبة قيل أن صقور الجديان سيواجهون مهمة صعبة أو شبه مستحيلة في ضيافة. حياكم الله مشاهدينا. استفاد المغرب من فوز ذهابا بهدفين نظيفين في مدينة أكادير ليبلغ دور المجموعات الأفريقي المؤهل إلى نهائيات كأس العالم، وذلك برغم خسارته بهدف دون مقابل في لقاء الأياب اليوم أمام منتخب غينيا الاستوائية. ملعب باطا، وعلى عكس التوقعات جماهير قليلة حضرت لمساندة منتخب غينيا الاستوائية الذي سقط ذهابا بأكادير بهدفين دون رد. ضغط عامل الجمهور إذن بات غير وارد على أشبال المدرب بدو الزكي الطامحين إلى مواصلة زائرهم في الأدغال الإفريقية. أولى المحاولات كانت لأصحاب الدار بعد اختراق ليمين الدفاع المغربي، أسفر عن ضربة حرة مرت بردا وسلاما على مرمى منير المحمدي. لم ينتظر الغينيون كثيرا لزيارة الشباك مبنى، تمريرة بالبوا ورأسية روي فرناندو تضع منتخب بلاده في المقدمة في ظل غياب رهيب لعناصر الدفاع المغربي. الزكي أراد إعطاء دماء جديدة لتشكيلته من خلال إدخال عمر القادوري مكان تغدويني، لكن يبدو أن اختياراته التكتيكية لم تفلح في إيجاد الوصفة السحرية التي تسمح للأسود بزيارة الشباك في شوط بعد خطأ آخر في الدفاع، ليستمر التساؤل عن موعد انتفاضة الأسود في وجه المد الغيني. أول رد فعل لأسود الأطلس في الشوط الثاني كان من خلال تمريرة بن عطية لعمر القادوري الذي لم يحسن الاستغلال. بدو الزكي وفي خطوة ترمي إلى الحفاظ على النتيجة المرسومة أدخل ثالث وسط ميدان دفاعي إبراهيم النقاش ليكون أول للنسيان والكثير من علامات الاستفهام على مصير أسود تاهوا في غابة غينية استوائية. في الشوط الثاني تواصلت معاناة الأسود، فلولا تألق الحارس منير المحمدي لكان إيفان سلفادور دون هدفا ثانيا خلط به كل الأوراق.
حالة التيه التي هيمنت على المنتخب المغربي كادت أن تكلفه غاليا